السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هوريكم غرزة عش النمل بتتعمل ازاي. ايه عش النمل ديت؟ غرزة عش النمل دي بتبقى حاجة شبه كده. تمام. في ناس بتقول عليها عش النمل وفي ناس بتقول عش النحل، يعني المهم بيبقى الشكل دوت كده. دي القماشة اللي احنا شغالين فيها، دي قماشة قطيفة. انا كنت مصوره لكم الصالون ووريت لكم اللون الذهبي ده مع اللون الكشمير كنا بنعمل بيه الصالون، وقلت لكم ان في زيق في الصالون فوق كده هيتعمل فيه شغل معين، هوريه لكم في الفيديوهات الجايه. فده اللي هيتعمل في الزيق ده طبعا لما يتنجد هوريه لكم في فيديو تاني. فديت اللي هتتعمل في الزيق اللي فوق دوت. طبعا احنا شغالين فيها حاليا، بس هوريكم الغرزة دي بتتعمل ازاي. بصوا كده، طبعا اول حاجة بحدد المقاس اللي انا عايزاه. يعني انا عايزة عرض الغرز اللي انا هعملها ديت، عايزة يبقى عرضها 26 سنتي. فهعمل المربعات ديت وهبتدي اشتغل عليها لحد ما الكشكشة دي كلها تبقى مقاسها العرض بتاعها 26 سنتي. طبعا هشتغل بطول القماش لان انا عندي الكنبتين والكرسيين بتوع الصالون كلهم هيتعمل فيهم عش النمل دوت في الزي اللي انا وريتهم لكم في الفيديوهات اللي فاتت. المهم، فانا هبتدي دلوقتي قلم ومسطره وهبتدي اسطر خطوط بالطول كده. هعمل المربعات ديت 2 سنتي في 2 سنتي. تمام. المربع ده مساحته 2 سنتي في 2 سنتي. انا بحدد طبعا حجم عش النمل اللي انا عايزاه دوت. انا بشوفه هل انا عايزاه ضيق عايزاه واسع، فبتحكم في المقاس بتاعي. طبعا انا بعمل مربعات عشان يطلع لي الشكل دوت. تمام. المربعات بتبقى بالشكل دوت، وزي ما قلت لكم المقاس اللي انا شغاله بيه دلوقتي دوت بيبقى مقاسه 2 سنتي في 2 سنتي. تمام كده. ببتدي بقى اعلم زي ما انتم شايفين كده بالقلم. طبعا انا شغاله على ظهر القماشه، شغاله على ظهر القماشه. بعلم كده بالقلم. فزي ما انتم شايفين كده المربعات اللي انا عملتها ده ببتدي بقى اعلم هنا خط من ده بتاع المربع واسيب واحد، اعلم واحد واسيب واحد، اعلم واحد واسيب واحد. تمام. بنزل بقى الصف اللي تحته، اللي انا علمت عليه فوق بسيبه تحت فاضي، واللي ما علمتش عليه بعلم عليه تحت. يعني المربع الخطوط دي بعمل واحد واحد لا، واحد واحد لا تحت. اللي ما علمتش عليه فوق بعلم عليه تحت، واحد واحد لا، واحد واحد لا. تمام كده. كده بقى اظن الكلام واضح، وكمان الرسم واضح قدامكم. فبعلم كده. طبعا العلم دوت تمام بيسهل لي قوي الشغل. ماشي. هوريكم هنا زي ما انتم شايفين دي الغرز اللي اتعملت، اللي هو الجزء ده. تمام. بعمل ازاي بقى؟ بجيب الابرة والخيط. ماشي. بدخل الابرة من هنا، من الظهر، من ظهر القماش. بدخل الابرة من هنا زي ما انتم شايفين كده. العقدة بتاعت الخيط اهيت، بدخله من هنا اللي هو حرف المربع. ماشي. وبشدها من تحت وبعدين بطلعها من الناحية التانية. اما بشد الخيط بقى بتروح ديت ضمة كده. تمام. بتروح ضمة كده. فبثبت بقى الغرزة دي، بقعد اثبتها بقى، اودي الابرة يمين وشمال يمين وشمال كده لحد ما اثبت ديت تبقى جامدة. بتبقى كده بالمنظر ده زي ما انتم شايفين. تمام. اهي ادي الغرزة اهي. دي العقدة بتاعت الخيطة اهي. بدخل من هنا زي ما قلت واطلعها من طرف المربع من الناحية التانية، وبعمل كذا غرزة كده لحد ما بتثبت معايا وبتبقى جامدة. تمام كده. تمام كده. طبعا بفضل ماشية بقى على العلام ده، كل اللي عليه علام بمشي عليه، اللي معلهوش علام ده بسيبه فاضي مجيش ناحيته خالص. فبمشي بقى على كل العلام ده. طب انا عامله ليه العلام مختلف كده؟ انا ممكن اعمل يعني كله اعمله نفس الشكل ده. انا عامله كده عشان وانا بعلم ما اتلخبطش. عامله كل علامه مختلفه عن التانية. يعني الصف ده شرط كده، الصف ده دواير صغننه، الصف ده شرط، الصف ده دواير صغننه. ده عشان وانا ماشيه بالقلم ما اتلخبطش. تمام.
عادي انا ممكن اعمل كله شرط لو انا همشي وهركز، بس انا عملت كده عشان ملخبطش نفسي. تمام كده. فده العلام بتاع ايه، بتاع عش النمل، اللي هي المربعات ديت. باخد المقاسات اللي انا عايزاها، عايزاه كبير بكبر المربع، عايزاه صغير اصغر من كده كمان بصغر المربع، عايزاه نفس المقاس اللي انا عاملاه دوت بعمل 2 سنتي في 2 سنتي. ده شكله كده من ورا. طبعا كل الغرز دي ما بتبانش، الخيط ده كله ما بيبانش. لو قلبتها لكم كده طبعا وريتها